فيلمنا بيبدأ في مدينة اسمها فري سيتي، ودي بقى مدينة مختلفة شوية عن أي مدينة أنت ممكن تكون شفتها في حياتك، لأن بيكون فيها ناس لابسة نظارات شمس بيتحكموا في المدينة بشكل كامل تقريبا، وبيعملوا كل اللي هم عايزينه، بيكسروا القوانين. يعني من الآخر المدينة دي تعتبر جنة ليهم. وبنشوف واحد من أصحاب النظارات الشمسية دي وهو ماسك سلاح وعمال يدمر في المدينة، وكمان سرق عربية ومفيش أي حد كلمه. وبنروح بعدها لواحد اسمه جاي، وده بقى شخص عادي ما عندوش نضارة شمس ولا حاجة، وبيبتدي يومه الروتيني زي كل يوم، وبيستعد عشان يروح البنك اللي هو شغال موظف فيه، وبيلبس نفس الطقم الوحيد اللي عنده. وفي طريقه بيقابل صاحبه اللي اسمه بادي، وبيكون شغال في الأمن بتاع البنك اللي جاي شغال فيه. وفي وقت ما هم ماشيين بيقابلوا عملية سرقة، لكنهم مش بيهتموا، بيكملوا طريقهم وبيروحوا البنك. وبيحصل هناك عملية سطو مسلح من واحد من الناس اللي معاهم نظارات شمس، ولكن محدش بيعمل حاجة، ولا حتى بادي اللي بيرمي أسلحته بيروح يقعد على الأرض جنب جاي، وبيقعدوا يتكلموا لحد ما الحرامية يخلصوا مهمتهم ويمشوا. وبنكتشف إن جاي شايف إن حياته حلوة وسعيدة، ولكن دايما حاسس إن ناقصه حاجة واحدة بس، وهي شخص يحبه ويكمل حياته معاه. وبعدها بنشوف بنت اسمها مولوتوف، واللي بتكون معاها نضارة شمس، وبتكون بتستجوب واحد وبيديها خريطة، وأول ما بتاخد منه الخريطة بتقتله وبتكمل في طريقها. وبنعرف إن طول ما هي ماشية في الطريق كل ما بتقابل شخص بتبقى عارفة هو هيقول ايه وحافظة كلامه بالحرف. وقتها كانت عمالة تغني وهي ماشية، لكن بالصدفة جاي وبادي شافوها، وجاي كان معجب بيها جدا. وأول ما مولوتوف بتقرب من جاي بتتوقع الكلام اللي هو هيقوله، لكن الغريب إن جاي بيقول كلام مختلف المرة دي، وبيقول لها الأغنية اللي بتغنيها دي حلوة جدا. فبتستغرب مولوتوف من الموضوع، ولكنها بتكمل في طريقها. ومن شدة إعجاب جاي بيها قرر إنه يمشي وراها عشان يكلمها، لكن قبل ما يوصل لها بيجي قطر وبيخبطه، وهي بتحس إن في حد ماشي وراها، ولكن لما بتبص مش بتلاقي حد. ساعتها بقى بنكتشف الحقيقة، وهي إن المدينة دي عبارة عن مدينة افتراضية في واحدة من ألعاب الكمبيوتر، وكل الشخصيات اللي معاهم نظارات شمس دول هم لاعبين حقيقيين بيلعبوا اللعبة، لكن الشخصيات اللي من غير نظارات شمس فهم مجرد شخصيات موجودة في عالم اللعبة، وليهم ذكاء اصطناعي مش أكتر، زي مثلا جاي وبادي، وده بيفسر الروتين الغريب اللي بيعملوه. أما مولوتوف فدي تبقى بنت اسمها ميلي في الحقيقة، لكن ميلي قفلت اللعبة لأن المكان اللي هي كانت قاعدة بتلعب منه بيقفل. وبنرجع لجاي من تاني، واللي بيكون رجع لأوضة نومه وبيعمل نفس الروتين بالملي، ولكن لما بيروح للكافيه بيطلب من الويتر كابتشينو بدل القهوة كنوع من التغيير، فبيستغرب الويتر وكل اللي في المكان، لدرجة إن جاي بيخاف وبياخد القهوة زي كل يوم وبيروح على شغله. وهناك بيحصل سطو من تاني للبنك، لكن جاي بيلمح ميلي بره، فبيقرر إنه يتكلم مع الراجل اللي بيسرق البنك على أمل إنه ياخد منه نضارة الشمس بتاعته. وبنشوف إن اللي بيسرق البنك ده يبقى بنت صغيرة بتلعب اللعبة، وبتكون مستغربة من كلام جاي، فبيقرب جاي من شخصية البنت وبيحاول إنه ياخد منها النضارة، ولكن ساعتها البنت بتضرب جاي وبتصيبه في وشه، وبيدخلوا هما الاتنين في معركة، لكن في الآخر جاي بياخد البندقية من البنت وبيقتلها، وبياخد منها نضارة الشمس. وأول ما بيلبس جاي النضارة بيبقى مش مصدق اللي هو شايفه، كأنه انتقل لعالم تاني خالص، وكل حاجة بتختلف، وبيشوف حاجات هو ما كانش شايفها. ومن ضمن اللي بيشوفه بتبقى علبة إسعافات أولية في الأرض، واللي أول ما بيلمسها الإصابة اللي كانت في وشه بتختفي وبيخف تماما. وبيفضل يتمشى في المدينة وهو مش مصدق نفسه، لحد ما بيشوف واحد كان طاير في الهوا وبيقع على الأرض وبيموت، والجثة بتاعته بيطلع منها فلوس. ولما بيلمسها جاي بتروح الفلوس دي على حسابه البنكي، وبيكون مش مصدق نفسه. وبنرجع للعالم الحقيقي، وبنتعرف على واحد اسمه كاز، وده يبقى واحد من المبرمجين اللي شغالين على لعبة فري سيتي، وبيكون مستغرب من اللي بيعمله جاي، وكان عارف ان في خلل تقني في اللعبة بسبب جاي. فبيقول لصاحبه موسر على الموضوع، لكنه بيكون فاكر ان اللي بيحصل ده بسبب هاكر، لكن كاز بيكون شايف ان مفيش هاكر يعرف يعمل كده، ودي مشكلة في برمجة جاي. فبيقرروا يعملوا شخصيات ويدخلوا اللعبة ويتكلموا مع جاي ويعرفوا ايه هي حقيقته بالظبط. ساعتها بيكون جاي بيحاول يدخل المكان اللي دخلته ميلي، ولكن في الوقت ده كاز وموسر بيجوا عليه وبيحاولوا يستجوبوه، ولكن جاي بيبقى مش فاهم هما بيقولوا ايه، فبيبدأوا يضربوا عليه نار وبيطلع يجري منهم، وهم بيطردوه لحد ما بيدخلوا في عمارة لسه تحت الإنشاء وبيحاولوا يقتلوا جاي، لكنه بيفضل يهرب منهم باستخدام قدراته الجديدة. بس في الآخر بيعرفوا يلحقوه بالعربية بتاعتهم وبيخبطوه، وبيكونوا فاكرين انهم قتلوه. بس الغريب ان عدد اللاعبين في اللعبة ما قلش، فبيستغرب كيز الموضوع. وبعدها بنكتشف ان في الماضي كيز وميلي كانوا شغالين سوا على لعبة فكرتها تعتبر
نسخة من فري سيتي، وده قبل ما فري سيتي تنزل أصلا. لكن جه واحد اسمه أنطوان ووعدهم إنه هيساعدهم في تطوير اللعبة، ولكن في النهاية نصب عليهم وسرق اللعبة منهم وعدل عليها تعديلات بسيطة ونزلها وكسب هو منها، وكمان كيز بقى شغال في شركة أنطوان. المهم بيروح بعد كده كيز على بيته بعد ما خلص شغل، وبيلاقي ميلي مستنياه في الشقة وكانت بتعاتبه لأنه لسه شغال مع أنطوان بعد ما سرق لعبتهم. لكن كيز بيقعد يبرر ويقول إنها مجرد تشابه أفكار وهو ما سرقش ولا حاجة، ولكن ميلي بتقوله إن معاها أدلة تثبت إن هو سرق منهم اللعبة ومحتاجة المساعدة بتاعته، وبتكون الأدلة دي موجودة جوه اللعبة نفسها. بس كيز بيرفض وبيبقى عايز يحافظ على الشغل بتاعه. لكن ميلي مش بتوقف اللي هي بتعمله وبترجع اللعبة وبتروح لفيلا على الخريطة اللي أخدتها من الراجل اللي قتلته، وهناك المفروض في تسجيل فيديو هي محتاجاه. فبتبدأ تخطط هي هتعمل إيه، لكنها بتلاقي جاي واقف جنبها فبتتخض وبتكون مش عارفة هو جه هنا إزاي، ولكنه بيقول لها إنه تتبعها من ساعة لما شافها عند القطر وكان عايز يتعرف عليها. وساعتها الحراس بيقفشوهم وبيحصل تبادل إطلاق نار بينهم، لكن ميلي بتطلع مسدس غريب بيفتح بوابات تنقل وبتفتح بيه بوابة بيروحوا بيها على مكان تاني، والمكان اللي بيروحوا عليه ده يبقى المخبأ السري بتاع ميلي اللي فيه كل الأسلحة بتاعتها. وقتها بيطلب منها جاي إنه يخلص معاها مهمتها، لكنها بترفض وبتقوله إنها في المستوى 195 وإنه لسه في المستوى الأول ولازم يبقى في المستوى 100 على الأقل عشان تجيبه معاها. وبتكون ميلي لحد دلوقتي فاكرة إن جاي شخص عادي، فبيقول لها طب أعلي من مستوايا إزاي؟ فبتقوله يعني تقتل ناس وتسرق أسلحة وفلوس. فبيقول لها إنه استحالة يقتل ناس أبرياء. فبتستغرب ميلي من الموضوع وبتقوله طب خلاص اقعد ساعد في الناس وامنع السرقة، ولما توصل مستوى 100 تعالى تاني. وفعلا بيبدأ جاي يعمل مهمات خير ويساعد الناس وبيخلص في مهمات ويرفع في مستواه بالتدريج. ومع الوقت ابتدى جاي يبقى مشهور بين اللاعبين، وحتى انه وصل للعالم الحقيقي والناس بقت تتكلم عنه كتير، وخصوصا انه مختلف عن اي لاعب تاني لانه مش عايز يأذي حد وبيكون بيساعد الناس وبس، وكمان بيوصل للمستوى 102. لكن محدش من اللاعبين بيكون عارف مين هو جاي في الحقيقة. وبنرجع لميلي واللي بتكلم كيز، فبتقوله انها حاولت تسرق الفيديو ولكن الموضوع صعب والمكان متأمن بشكل كبير وانها عايزة المساعدة بتاعته. ففي الوقت ده بيفكر كيز في الموضوع شوية وبيقرر انه يساعدها، وبيستخبى في مكان في الشركة اللي هو شغال فيها وبيبتدي يلعب في نظام اللعبة عشان يساعدها. وبيفتح لها واحد من ابواب الفيلا وبيقول لها قدامك 5 دقايق قبل ما اي لاعب يجيلك. وفعلا بتدخل ميلي وبتاخد الملف اللي فيه الفيديو اللي هي عايزاه وبتكون خلاص هتهرب، لكن ساعتها الحراس بيضربوا عليها نار وبيوقعوا الملف منها. فبيتدخل جاي في الوقت المناسب وبينقذها، وهي بتبقى مستغربة من اللي بيحصل. ساعتها بيدخلوا في معركة مع الحراس بتنتهي بانهم بيفشلوا في انهم ياخدوا الملف، فبيهربوا من المكان مع بعض على موتوسيكل. وكيز بيكون مستغرب هي ميلي بتكلم مين، وده لان كان باين قدامها ان مفيش ولا لاعب في المنطقة غيرها. المهم بقى بيروح جاي مع ميلي على مخبأ جاي الجديد واللي فيه اسلحة وعربيات زي مخبأ ميلي، وساعتها بيقول لها انا عملت زي ما انت نصحتيني. فبتستغرب هو لحق يعمل كل ده ازاي، وبتقول له انت مين في الحقيقة، لكنه بيبقى مش فاهم هي تقصد ايه وبيقول لها انا اسمي جاي. وبعدها بيقربوا من بعض اكتر وبيعترفوا لبعض بحبهم، وبتبقى ميلي لسه فاكرة ان جاي شخص حقيقي. فبتقول له ان اسمها الحقيقي مش مولوتوف وان اسمها هو ميلي وهي عايزة تشوفه في الحقيقة. وبنرجع للعالم الحقيقي وبنشوف أنطوان واللي كان عايز المبرمجين اللي عنده يعملوا تحديث لشخصية جاي يخلوها قابلة للعب، وده عشان يستغل شهرتها. وبعدها بنشوف كيز بيتكلم مع ميلي وبيقول لها انه لما بحث عن جاي اكتشف ان فعلا لعبتهم مسروقة من أنطوان، وان جاي بقى عبارة عن شخصية كانت ميلي طورت الذكاء الاصطناعي بتاعتها زمان، واللي بيحصل دلوقتي ان جاي بقى عنده وعي ذاتي. وعلى قد ما ميلي بتبقى مبسوطة انهم لقوا اثبات ان اللعبة بتاعتهم مسروقة، بتبقى حزينة ان جاي مش شخص حقيقي لانها كانت حبته. بس كيز بيقول لها لازم ننجز لان أنطوان عايز يعدل في برمجة جاي ويخليها شخصية قابلة للعب، ولو حصل ده فالدليل بتاعهم هيختفي. ساعتها بتروح ميلي تتكلم مع جاي وبتحكي له كل حاجة، وبتقول له انه مجرد شخصية في لعبة وان كل ده وهم، وبتطلب منه المساعدة. في الاول جاي بيبقى متضايق ومش مصدق، لكنه بيروح عند البحر وبيكتشف ساعتها ان فعلا البحر ده مش حقيقي وانه مجرد صورة وانه ما يقدرش يتفاعل معاه، وبيقرر انه يساعد ميلي. وبيروح لصاحبه بادي وبيقول له انا عايز مساعدتك عشان يجيب الفيديو اللي ميلي محتاجاه. وفعلا بيروحوا الفيلا والحراس مش بيعملوا لهم حاجة لانهم صحاب بادي، وبنعرف ان صاحب الفيلا دي يبقى شخص حقيقي ومن الناس اللي بتحب جاي، فبيدي لجاي
جاي الفيديو. فبيروح جاي يدي الفيديو لميلي وبيتفرجوا عليه سوا، وبيكون لمكان كانت ميلي حطته في لعبتها الأصلية. فبيقول لها جاي إنه عارف المكان ده وشافه قبل كده، فبتحاول ميلي تعرف منه موقع المكان بالظبط. لكن ساعتها بنرجع للعالم العادي وبنكتشف إن أنطوان عايز يعمل زي ريستارت للعبة، وده عشان ترجع برمجة جاي للبرمجة الطبيعية، وده لأن الناس بقت تحب جاي وما بقوش يلعبوا النسخة الجديدة من اللعبة، وبالتالي أرباح الشركة قلت. ساعتها كيس كان معارض للموضوع لكن ما كانش فيه حل، وفعلا أنطوان عمل اللي في دماغه واللعبة حصل لها ريستارت. ولما حصل كده رجع جاي زي ما كان في الأول، شخصية عادية خالص. فبتحاول ميلي تفكر جاي باللي حصل والمكان اللي هو بيقول إنه شافه، لكن للأسف مش بيبقى فاهم حاجة ولا فاكر أي حاجة. فبيقول لها كيز ما تقلقيش، أنا بصيت على برمجة جاي واكتشفت إنه فاكر كل حاجة، ولكنه محتاج مساعدة منك بس عشان يرجع زي ما كان. وفعلا بتروح ميلي تسرق البنك اللي جاي شغال فيه، وبتقعد تفكره باللي حصل وإنه كان بيحبها. وساعتها جاي فعلا بيفتكر كل حاجة وبيوديها على المكان اللي في الفيديو، وبنكتشف إن المكان ده يبقى عبارة عن انعكاس ضوء في مكان ما. وفي الحقيقة اللي حصل إن أنطوان أخفى العالم بتاع لعبة ميلي وكيز، ولكنه نسي يخفي الانعكاس بتاعه، عشان كده لسه ممكن يتشاف. فبتشك ميلي إن العالم ده ممكن يكون لسه موجود لكن ورا البحر. ولما بتتكلم مع كيز بتعرف إن البحر ممنوع أي لاعب يروح له، فساعتها شكها بيتأكد وبتحاول إنها تشوف طريقة مع جاي إنهم يعدوا البحر. وقتها جاي بيبدأ يتكلم مع كل شخصيات اللعبة وبيخليهم ينقلبوا ضد نظام اللعبة وإنهم يكون ليهم وعي خاص، فبيعملوا كلهم حاجات غير اللي المفروض يعملوها، والكل بيكون مستغرب من اللي بيحصل بما فيهم أنطوان. واللي بعد ما بيدور على المشكلة بيكتشف من موسر إن السبب في كده هو جاي وميلي، فبيطلب من موسر إنه يحاول يقتل جاي وميلي بأي طريقة. وفعلا بيبدأ موسر يلعب في برمجة اللعبة وبيخلي العالم ينهار على جاي وميلي عشان يموتوا، وكمان لغى إن أي شخص يموت يرجع للحياة تاني، وده معناه إنهم لو ماتوا مش هيعرفوا يلعبوا اللعبة بعد كده. لكن بيتدخل كيز هو كمان وبيبدأ يساعدهم وبيعمل لهم جسر يهربوا بيه من الزلزال اللي كان بيجري وراهم. وساعتها أنطوان بيكتشف اللي بيحصل وإنهم رايحين ناحية البحر وبيفهم كل حاجة، فبيستدعي كيز وبيقول له أنا عارف انتوا بتعملوا إيه، انتوا عايزين تثبتوا إن أنا سرقت لعبتكم. فبيعمل كيز إنه مش واخد باله وبيقول له بس انت مش حرامي، لعبة إيه اللي سرقتها؟ فبيعترف أنطوان إنه سرق اللعبة وبيطرد كيز وبيخليه يمشي من مقر الشركة، وبعدها بيؤمر إن اللعبة تقفل مؤقتا وبيطرد كل الناس منها. وفعلا الكل بيختفي إلا جاي، وبيبقى جاي لازم يكمل المهمة ويكشف الحقيقة لوحده. وكيز بيقدر يخدع أنطوان، وقبل ما يخرج من الشركة بيفتح بث مباشر لشخصية جاي، وبنشوف إن أنطوان دخل اللعبة بشخصية اسمها دود، واللي عبارة عن نسخة قوية من جاي وهدفها هو قتل جاي. وفعلا بتقوم بينهم معركة كبيرة، لكن دود بيكون أقوى، بس جاي بيستخدم النضارة وبيطلع درع كابتن أمريكا وبيصد الضربة، وبعدها بيستخدم قوة هالك وبيضرب بيها دود. لكن المعركة بتكمل ودود بيبقى قوي جدا وبيوقع نضارة جاي، لكن جاي بيمسك النضارة من تاني بمساعدة صديقه بادي، وبدل ما يلبس النضارة بيلبسها لدود، وساعتها بينبهر بكل الحاجات اللي ما كانش شايفها وبيسيب جاي. المهم بقى بيكمل جاي الطريق بتاعه على الجسر اللي اتعمل في البحر وبيوصل على لعبة كيز وميلي، لكن ساعتها بيقرر أنطوان إنه يدمر سيرفرات اللعبة عشان يخفي الحقيقة. وبيعرف كيز الموضوع وبيقول لميلي عشان تلحق تروح، لكن بيفوت الأوان لأن كيز بيفضل يدمر في السيرفرات واحد ورا التاني، واللعبة والعالم بتاعها بيتدمروا، وكمان الشخصيات بتختفي بما فيهم بادي واللي بيودع جاي قبل ما يموت. وقتها بيفضل سيرفر واحد بس، وبأعجوبة بيفضل جاي عايش، فبينط وبيدخل العالم بتاع لعبة كيز وميلي، وبيكون عالم جميل جدا. وقبل ما أنطوان يدمر آخر سيرفر بتلحقه ميلي وبتقوله سيب السيرفر ده وخد انت كل الأرباح اللي عملتها وكل التطويرات اللي انت عملتها على اللعبة، وخليني أنا أكمل باللي اتبقى من لعبتي. وفعلا بيوافق أنطوان. بعدها بنشوف إن كيز وميلي وموسر عملوا لعبة اسمها فري لايف والكل بيحبها، واللعبة دي بتبقى قايمة على الخير زي اللي كان بيعمله جاي، وما فيهاش أي سرقة أو قتل زي فري سيتي. وبينزل أنطوان الجزء التاني من لعبة فري سيتي، لكنها كانت وحشة قوي ومحدش لعبها، وشركته فلست واتقبض عليه بسبب الديون وسرقة لعبة ميلي وكيز. أما لعبة فري لايف فبتحقق نجاح باهر، وفي النهاية بيعزم كيز ميلي على قهوة، ولكنها بترفض وبتروح تقعد مع جاي في اللعبة، وبتقوله إنها طبعا مش هتعرف تعيش في اللعبة مدى الحياة. فبيفهم جاي كلامها وبيقول لها أنا صحيح برمجة، ولكن البرمجة دي أكيد حد بيحبك عملها. وبيظهر فيديو الكيز وبنكتشف إنه هو اللي عمل
جاي وإنه عمله بحيث يعبر عن شخصيته الحقيقية وعن حبه لميلي. فبتروح ميلي الكيس في الكافيه اللي كان فيه وبتعترف له بحبها ليه، وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش يا صديقي تعملي لايك وسبسكرايب علشان تساعدني أستمر في المحتوى اللي بقدمه، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.